زي الايام دي من سنه خرج علينا اعلام الزمالك العظيم ومجلس اداره نادي الزمالك العظيم وجمهور الزمالك العظيم عشان يدلسوا ويعترضوا على حاجات بنشوف حاجات شبهها السنه دي. زي النهارده او زي الايام دي من سنه فضلوا يقولوا نفس الكلام لهبل كلهم ورا بعض، لدرجه ان اللي كان بيدربهم ساعتها طلع قال نفس الكلام في مؤتمر صحفي. ازاي بطل الدوري بيشارك الدور التمهيدي؟ ازاي يا جدعان احنا بطل الدوري؟ انا مش عارف هل ده هطل لنفس المستوى، يعني هل ده مثلا انتوا كلكم ليس فيكم رجل حكيم زي ما بيقولوا، او انتوا كلكم ما عندكوش اي معلومه عن الكوره، ولا انتوا كلكم فعلا كل معلوماتكم عن الكوره انها مربعه، ولا انتوا كلكم مدلسين، او مش كلكم اغلبكم مدلسين والباقي مثلا مش فاهم. وعادي على فكره، مش لازم تكون كل الناس فاهمه، بس الناس اللي دورها انها تفهم، اللي هم بيطلعوا يقعدوا ياخدوا فلوس عشان يقعدوا على كراسي في التلفزيون عشان يشرحوا للناس، فالمفروض دورهم يشرحوا للناس مش يدلسوا ويسوقوا العبط ويعيشوا الدنيا. زي الايام دي من سنه كان جمهور الزمالك بيتكلم في حاجتين. اول حاجه، ازاي نادي الزمالك بطل الدوري سنتين على التوالي بيشارك في الدور التمهيدي في بطوله افريقيا؟ ازاي ولا وكده؟ وازاي تالت الدوري رايح يشارك في بطوله افريقيا؟ بعيدا ان احنا قهرناكم ان انتوا قعدتوا تصيحوا ان ازاي تالت الدوري بيشارك في بطوله افريقيا، فاحنا الموضوع انتهى ان احنا خدنا بطوله افريقيا. بس كان الموضوعين ليهم تفسيرات منطقيه جدا جدا جدا، لدرجه ان اي حد عمل ب 2 جنيه سيرش او عنده ب 2 جنيه معلومات عن الكوره كان هيعرف ان الاتحاد الافريقي بعد اذنكم عايزين الفرق المشاركه، الله يكرمكم لو سمحتوا يا اتحاد الكره المصري، عايزين الفرق اللي هتشارك من عندكم. طب احنا يا عم اتحاد افريقي مش هنلحق نخلص السيزون، لا ماليش دعوه اتصرف. فقالوا عشان تبقى الدنيا فير هناخد بنتائج الدور الاول، which is طبيعي، وكان لسه هيتكرر الموضوع ده لولا ان لما الاتحاد الافريقي بعت السنه دي قالوا له جل لنا بس 15 يوم هنكون خلصنا الدوري، فالاتحاد الافريقي قال تمام فبقت تمام. غير كده كنا هنعمل نفس اسلوب السنه اللي فاتت، هناخد برضو بنتائج الدور الاول. النقطه الثانيه الجميله بقى بتاعت ان ازاي بطل الدوري بيشارك في الدور التمهيدي، لان الموضوع ده كان ليه علاقه بتصنيف الفرق في الفيفا. حضرتك تصنيفك وضيع زي ما انت نادي وضيع، يعني انت ممكن ما تكونش اصلا تستحق انك تلعب في دور ال 32، ممكن تكون من دور ال 64 تطلع بره، ما هي مش ناقصه اصلها، مش اي حد وخلاص. مالناش دعوه بقى انت خدت الدوري ما خدتش الدوري، دي مالهاش علاقه. في تصنيف بتاع الفرق في افريقيا اللي هو انت دلوقتي مش عارف تجيب حتى اول 5 فرق عشان احنا عمالين ناخد بطوله افريقيا مره واثنين وثلاثه، فهنضطر اسفين ان احنا ندخل ناس في كاس العالم ما خدوش بطوله افريقيا على حسب التصنيف اللي انت برضه مش عارف توصل له. بس ده مش موضوعنا دلوقتي. النقطه اللي انا جاي اقولها لك النهارده باختصار، او النقطه اللي انا جاي اقول لكم عليها ببساطه، ليه حضرتك تصنيفك واقع؟ لان انت فريق وضيع مش عارف تشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا اهو. يعني انت السنه دي سواء بدور اول بدور تاني بدور تاسع انت حالتك منيله بنيله، انت بتصارع عشان تلحق الرابع. السنه اللي فاتت رغم ان كان في لوائح واضحه وصريحه بتقول ان احنا هناخد الترتيب على حسب الدور الاول، والناس كلها كانت عارفه الموضوع ده، اللهم الا جماهير الزمالك، اعلام الزمالك، مجلس اداره نادي الزمالك اللي كانوا مسمينه البروف بتاع اللي كان ماسك نادي الزمالك ساعتها. دي الفئه الوحيده اللي مش فاهمه ليه الاهلي راح يشارك وهو ثالث الدوري. وطبعا مش الزمالك بس، ابتدى يطلع شويه ناس تانية بتصيح كده، الله يعينهم كلهم يقعدوا يصيحوا براحتهم. السنه دي بقى بتحصل حاجه جميله جدا 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 جدا، ان اللوائح عندنا هنا في مصر بتقول ان الاول والثاني في الدوري اللي هم بنسبه 90% ان شاء الله الاهلي بطل الدوري، بيراميدز هيبقى الثاني فدول هيروحوا دوري ابطال افريقيا، الثالث في الدوري اللي هو فيوتشر بيشارك في البطوله الكونفدراليه، وبطل الكاس بيشارك في البطوله الكونفدراليه. فاحنا عشان مش هنلحق نخلص الكاس، فاللوائح بتقول ان ساعتها نستبدل بان احنا ناخد رابع الدوري الوضيع اللي هياخد المركز الرابع في الدوري يروح يشارك في الكونفدراليه. السنه اللي فاتت رغم وجود اللوائح ورغم ان احنا كنا ضمننا ان احنا كده كده مش محتاجين، مش هتفرق معانا تاني من ثالث، وكده كده الدوري راح، فلعبنا 5 6 ماتشات بالناشئين مش فارق معانا وطلعنا الثالث عادي، مره من المرات النادره في تاريخنا، مش زي المرات اللي انت طلعت فيها سادس والحاجات دي، بس ما علينا برضو. مره من المرات احنا خلاص كملنا بالناشئين وعلى شويه لعيبه ما كانتش بتلعب وبتاع ومش فارقه، وسيبنا اللعيبه تريح عشان كان عندنا تلاحم مواسم ودني حاجات كده انت ما تفهمهاش، عشان بطولات كتير احنا بنلعبها وكاس عالم ومش عارف ايه، وبنكمل في بطوله افريقيا، يعني حاجات بعد الشر عنك ان شاء الله ما تسمعش عنها ابدا. المهم يعني كنا احنا بنعمل كده واحنا قاصدين. السنه دي وانت بتحاول على قد ما تقدر بكل الطرق الممكنه بتلعب بلعبتك الاساسيه، وجايبين المدرب طبعا اللي قد فريرا 100 مره، وقد كولر طبعا 100 مره، ويمكن يكون قد جوزيه كمان 100 مره، يعني الكابتن خالد الغندور لو فتحنا له السكه دي مش هيقفل، ومش لوحده طبعا. يعني انت بتحاول تلحق المركز الرابع، بتحاول تفضل محافظ على المركز الرابع، وعشان اللوائح هتخدمك يا وضيع هتروح تلعب في الكونفدراليه. يعني انت مش حتى اللوائح هتخدمك فانت مركزك حلو شويه هتخش معانا دوري ابطال افريقيا، انت بتصارع عشان تبقى الرابع. احنا في فرق بيننا والله العظيم ما يتقارن،
احنا حرام ان احنا نتقارن بيكوا، حرام فعلا ان احنا يبقى بنتكلم احنا وانتوا كده عادي، اللي هو القطب الاول والقطب الثاني. انت القطب الثاني في مصر مش عشان انت نادي جامد، عشان ما فيش غيرك تاني ينفع يبقى القطب الثاني، لان الباقي كله اوضع منك انت، فتخيل الباقي عامل ازاي. لكن هو احنا بس. فما تجيش بعد كده تقعد تصيح على حاجات انت عارف انها صح عشان تبان انك مظلوم. وده تاني هيفكرني بالريكورد العظيم بتاع الاستاذ عمرو الدرديري ايام ما كان مسؤول في كلاب هاوس، اما قال ان احنا بندعي المظلوميه. بدل ما انا اشرح لك الريكورد، خليني قبل ما اخلص الفيديو كده اسمعك الريكورد ونرجع تاني. مش عايزين احنا نعلن عنه. اعلنوا يا فندم، اعلنوا يا فندم عشان الناس زي اللي ترتاح بعد اذنك. اعلنوا لا احنا عشان في حاجات نرتاح. يعني مش نافع نعلن. احنا في حاجات على فكره كتير جدا 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 بنعملها وحقوق بناخدها، والناس بتقعد تقول ان الزمالك ما خدش حق. احنا بنكون واخدين حقنا في حاجات واحنا مش عايزين نتكلم فيها. تمام. لا، في حاجات احنا مش عايزين نتكلم فيها لان بتجيب لنا حقوق اكتر وبتجيب لنا حاجات اكتر، وبنعيش في دور ان احنا اتظلمنا فيها، لكن احنا بنكون مش مظلومين في حاجات كتير بس مش عايزين نعلن عنها. تمام تمام. لكن تاكد ان نادي الزمالك والله العظيم قوي وبياخد حقه. اتمنى ذلك. وتاكد ان نادي الزمالك والله احنا مش بنسيب حق الزمالك. اتمنى. عرفتوا انكم مدلسين؟ بلاش انا بقى، بلاش انا والله.